جديدة وتوعية الجمهور بقوانين المرور فضلا عن إخلاء وسط العاصمة مجموعة من الحلول التي اقترحها منتدى مصر الاقتصادي. المؤتمر ناقش سبل التغلب على أزمة المرور الخانقة بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والأجانب. وسط هذا الازدحام المروري ربما تتساءل: ألم يحن الوقت لحل تلك المشكلة المستعصية؟ وربما تفيق من أفكارك على صوت آلة التنبيه. إذن عزيزي قائد السيارة، أدعوك للتركيز في القيادة فقط، واترك التفكير في الحلول الخبراء والمسؤولين المشاركين في منتدى مصر الاقتصادي الذي يناقش أسباب وعلاج الخروج من عنق الزجاجة المرورية، مثل نقل الوزارات خارج العاصمة وتفعيل ما يسمى بالحكومة الإلكترونية وإنشاء محاور مرورية جديدة. في جزء هام جدا وهو ما يخصنا في هذه الندوة، وهو الجزء الطلب على الشارع. انه لو ابتديت اقلل عدد المترددين على الشارع اللي هم طالبين خدمات حكوميه، وابتدي اطرح لهم هذه الخدمات بقنوات بديله، خلاف ان هو ينزل من بيته ويروح يقف في الطابور، مؤكد انا هقلل عدد الناس اللي نازله الشارع. احنا عندنا اسباب للازمه المرور، اسباب باقيه واسباب زائله. الاسباب الزائله ابدا بيها، وهي انه حفر مترو الانفاق وإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق. أسباب الثابتة بقى وهي زيادة السكان وزيادة عدد السيارات. كان المحور الأساسي للمنتدى هو كيفية التحكم في دخول 14 مليون مركبة يوميا إلى القاهرة الكبرى، والمطالبة بتنظيم النقل الجماعي والاستفادة من النقل النهري، وتطبيق بعض تجارب الدول الأجنبية لحل أزمة المرور. هناك العديد من الحلول لمشكلة المرور في مصر، مثل استخدام الإشارات الإلكترونية وعمل فترات للقيادة مقسمة على مدار اليوم، وتبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية المختلفة لمعرفة مواقيت خروج الموظفين وتنظيمها. الخبراء هنا أكدوا أن المدى الزمني لرؤية القاهرة 30 مرة أخرى لن يتأتى قبل عام 2050 بعد إنشاء المدن الذكية التي تفتح فيها الجراجات الخاصة وتحترم فيها قوانين المرور ومعايير إنشاء المباني. إذن عليك عزيزي المواطن بالصبر، وهذه هي سمة الشعب المصري الأساسية. شريف رضوان، التلفزيون المصري.